يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. عارف إنك شفت كتير، بس اللي هتشوفه النهاردة هيخليك تفرك في عينيك وتتأكد إننا عايشين في كوكب ملوش كتالوج. هنبدأ من قلب الهند مع الرجل القرد اللي محير الناس، ونعدي على كائن ما بيعرفش معنى للموت وبيستحمل النار والتلج كأنهم فسحة. ومش بس كده، هنشوف أسرع بنت في العالم بتتحرك زي البرق، وفي الآخر هنطير سوا بالتاكسي اللي هيجيلك لحد باب بيتك في المستقبل. حلقة النهاردة كلها مفاجآت، ركز معايا عشان اللي جاي مش هيتكرر، ويلا بينا. تعالوا بقى النهاردة أوريكم أشهر شخصية موجودة في الهند واللي ملقبينه بالرجل القرد. وأيوة زي ما سمعت كده، الشخصية دي حقيقية وبتظهر في المناسبات الدينية والمهرجانات الكبيرة هناك. والحقيقة أن الموضوع ده مرتبط عندهم بالعقيدة والتقاليد. الشخص ده بيتقمص شخصية الإله هنومان، وده رمز للقوة والإخلاص عندهم. فالموضوع مش مجرد تمثيل، ده طقس ديني بيتدرب عليه سنين، وعشان كده الناس بتجري وراه في الشوارع وتاخد منه البركة وبيدوله هدايا وفلوس. ومن أغرب الشخصيات اللي ممكن تقابلها، تعالوا نشوف أغرب كائن ممكن تتخيله. كائن مش بيموت بسهولة. تعالوا بقى أوريكم أغرب كائن موجود على وجه الأرض. الكائن ده بيسموه دب المية. الغريب فيه إنه بيستحمل ظروف صعبة جدا مفيش أي كائن تاني يقدر يستحملها. يعني بيعيش في درجة حرارة بتوصل ل 150 درجة، يعني لو رميته في النار مش هيحصل له حاجة. واللي هيصدمك بجد إن الكائن ده هو الناجي الوحيد اللي العلماء بعتوه الفضاء الخارجي ورجع حي. السر إنه لما بيتحط في خطر بيطرد المية من جسمه ويقفل على أجهزته الحيوية سنين طويلة، وأول ما يلمس نقطة مية بيرجع يصحى ويتحرك كأن مفيش حاجة حصلت. سيبك من قوة الكائنات المجهرية وتعال نشوف السرعة البشرية. الدنيا حوالينا مليانة مواهب تخليك تستغرب هما بيعملوا كده ازاي. الموهبة اللي معانا النهاردة اتسجلت في موسوعة جينيس كأسرع بنت في العالم بتلعب نط الحبل. وعشان تاخد الصدمة وتعرف الزتونة، البنت دي سرعتها بتوصل ل6 نطات في الثانية الواحدة. وعشان توصل للمستوى ده كانت بتتمرن 8 ساعات يوميا، لدرجة إنها حطمت الرقم القياسي وعملت أكتر من 370 نطة في دقيقة واحدة. يعني سرعتها بقت بتنافس سرعة الموتور مش بني آدم. سيبك بقى من السرعة اللي تخطف العين وتعال نشوف أغرب طقوس جماعية ممكن تشوفها في حياتك. تخيل تبقى قاعد وفجأة تلاقي بقرة جاية عليك. في الهند الناس مش بتهرب، دول بيترموا تحت رجلها. أيوة زي ما انت شايف كده، بيناموا في الأرض عشان ياخدوا البركة من الحيوان المقدس عندهم. واللي يجننك أكتر إن اللي بيطلع بإصابات من تحت رجلها بيعتبر نفسه محظوظ ودعوته مستجابة. وللعلم الهند فيها 300 مليون بقرة ومحمية بقوانين بتوصل للسجن، يعني البقرة هناك خط أحمر حقيقي ومحدش يقدر يمسها. من زحمة البقر والتقاليد القديمة تعالوا نطير للمستقبل ونشوف التكنولوجيا. تخيل بقى تبقى قاعد في بيتك وعايز تروح مشوار، والعربية تجيلك على سطح البيت. اللي بتشوفه ده مش خيال، ده المستقبل اللي بدأ فعلا. التاكسي الطائر بقى حقيقة، طيارة صغيرة بتنقلك في الجو وبتنزل في أي مكان زي ما انت شايف كده، وداعا لزحمة الشوارع والانتظار في الإشارات. واللي هيذهلك بجد إن التاكسي ده بيطير بمحركات كهرباء هادية جدا وبسرعة بتوصل ل 120 كيلو في الساعة. والأهم إنه متصمم يطير ذاتيا من غير طيار، وبدأ ياخد تصاريح رسمية عشان يكون وسيلة مواصلات عادية خلال سنين قليلة. المستقبل حرفيا بقى فوق دماغنا. سيبك بقى من اللي فات ده كله وتعالى معايا لحتة تانية خالص. الهند منبع المواهب اللي بتعدي حدود العقل، واللي هتشوفه دلوقتي ده مش محتاج قلب ضعيف. الشخص ده دخل موسوعة جينيس عشان بيقدر يسحب أوزان تقيلة جدا بعينيه. أيوة يا سيدي زي ما سمعت كده، بيعلق خطافات في جفونه وبيشد بيها أوزان مستحيل تتخيلها. والحقيقة اللي هتبهرك بجد إن الراجل ده حول جفونه الحديد، لدرجة إنه بيشد عربيات كاملة بوزن بيعدي 400 كيلو من غير ما يتخدش. والأغرب إن الأطباء اكتشفوا إن أنسجة جفونه أقوى من البشر العادية ب3 أضعاف، وده اللي خلاها حالة فريدة ومسجلة عالمياً. بس يا سيدي، دي كانت لفة سريعة في أغرب حاجات ممكن تشوفها، وصدقني اللي فات ده حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. قولي بقى في التعليقات، لو مكان الراجل بتاع الهند ده تفتكر جفونك ممكن تشيل شنطة السوق حتى؟ اكتب لي رأيك دلوقتي، ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك المتين واعمل فولو عشان ما يفوتكش اللي بنحضره للفيديو الجاي. أشوفكم على خير، سلام.